في هذا الفيديو غادي نعطيك 3 ديال الحوايج اساسيين باش تخرج من دائره الفقر اولا باش تحسن الوضعيه الماديه ديالك بشكل عام. الا ركزتي معايا مزيان اختي ولا خويا كونوا اكيدين غادي تشوفوا الفرق، لان انا ما درتش هذا الفيديو باش نبيع لكم دوره اولا باش نبني عندكم وهم ثروه سريعه، وانما غادي ندويو على شي حوايج اللي واقعيين واللي بلا بهم المعاناه الماديه ديالك غادي تبقى مستمره. دابا الا درت فواحد مولينكس، واحد البيضه مسلوقه، الليمون، مطيشه، التمر، وخلطت هذاك الشيء مزيان وصايبت به عصير ولقيتو خايب في المذاق، ومشيت ديتو لواحد السيد اللي ما عرفش انا اصلا شنو طحنه تما ولا شنو مرونه تما، وقلت ليه هاك شوف لي هذا العصير مذاقه خايب، قول لي مالو شنو نقاد فيه. هذاك السيد ما عندوش فكره انا شنو حاطه تما، يعني ما غاديش يعرف يقول لي شنو ندير شنو نحيد شنو نزيد. نفس الحاجه مع العصير الخايب المذاق ديالنا اللي هو الفقر. حنا باش نعرفوا نقادوا هذه الوضعيه خصنا نفهموا شنو مخلط فيها اولا وعلاش هي كاينه اصلا، وعلاش مثلا اللي فقير اولا اللي متوسط الدخل كيبقى ديما في هذاك الضغط المادي، ديما خاصو مازال فلوس، ديما داكشي اللي عنده ما كافيش، واخا يكون مثلا قرا وخدا دبلوم وخدم ولا تزادلو في الصالير ولا ديما كيكون في كريديات، ديما كيكون واحد في مشاكل ماديه. حين ان واحد غني مثلا ولا لاباس عليه كتكون الحاله الماديه ديالو غاديه وكتحسن او على الاقل مستقره. باش نفهموا هذه الوضعيه مزيان غادي نحاول انا وياكم نطلوا شويه على كيفاش دايره الحياه ديال واحد الشخص نسميوه يكون مثلا فقير، نشوفوا كيفاش عايش هذا الشخص وكيفاش كيفكر. اولا بما انه فقير فكنفترضوا انه حل عينيه في واحد الوضع مادي مزري، كبر على جمله ما عندناش، داكشي غالي، قرا مزيان ودا في قرايتك باش تخدم خدمه مزيانه وتصوفي عائلتك وتصوفي راسك. يعني كخلاصه عقله معمر مزيان وافكار فقيره، افكار الفقر اولا اللي كنسميوه لغه الفقر اولا ذهنيه الفقر. واللغه شنو كتبني عندنا؟ هذاك الشيء اللي كندويو به يوميا واللي كنسمعوه يوميا راه كيبني هذوك المعتقدات اللي كنامنوا بها وهذيك زاويه النظر اللي كنشوفوا بها الحياه ديالنا كلها. لان واحد مثلا كابر في واحد الوسط اللي طول عمره كيسمع ماشي مشكل وغنلقاو حل وهادي فكتبني عنده واحد الشخصيه هادي او كتامن انه ضروري غيكون حل، وما كاين لاش التوتر وداك الانزعاج والضغط. في حين انه واحد اخر اللي كابر على عندك دير وياك درتي لنا مشاكل غنديرو دابا، هذا كيكبر وكتولي عنده واحد الشخصيه اللي نابعه من هذوك الافكار اللي خداهم من اللغه اللي كيسمعها، كيولي مستريسي خايف يغلط خايف يدير شي مشكل. يعني هذه اللغه اليوميه بنات لينا عند الشخص واحد العقليه ديال انه ما يقدرش وانه على قد الحال وانه فقير وحقير وانعدام الثقه في النفس وانعدام الشغف بالحياه وواحد عقده النقص الى اخره. ودابا هو باش يحمي راسو من الالم المعنوي اللي كتسببوا ليه هذه الوضعيه لانها مؤلمه، هذه راه ماشي عيشه كريمه وحنا كلنا عارفين. باش يحمي راسو من هذا الالم كتبان عنده ما يسمى باليات دفاعيه او لا ميكانيزم دو ديفونس باش انه يحمي راسو ويخفف على راسو داك الواقع ديال هذاك الوضع اللي هو عايشه. فيا اما كياخذ لنا اقصى اليمين او كياخذ اقصى اليسار. اقصى اليمين بمعنى كيحاول بكل ما اوتي من قوه انه يبان لاباس عليه وهو راه ما عندوش، انه من خلال المظهر من خلال الحوايج من خلال انه يستنزف راسو باش يجيب شي تليفون غالي، يلبس شي حوايج اللي كيبينوا انه لاباس عليه شويه، يبدل شويه طريقه الهضره، يعني كيحط كاع ديك الطاقه ديالو والانرجي ديالو في انه يبان ماشي فقير. يعني كيحاول يغطي هذاك وينكر هذاك الواقع ديالو من خلال المظهر وطريقه اللبس وطريقه الهضره وهذا، في حين انه كيكون مخنوق ومضغوط ماديا وفارغ من الداخل. اما اقصى اليسار فكيكون واحد اصلا ضارب الدنيا بركله وسامح في حياته وسامح في كل شيء، وهادو غالبا كيتجهوا للادمان او للاجرام. لا يعتني بمظهره حتى بديك الامكانيات البسيطه اللي عنده، ولا باكله. مثلا عنده 20 درهم عنده الاختيار ياخذ بها شي حاجه مزيانه وشي حاجه ما مزياناش، فهو ما مسوقش اصلا، كياخذ اللي لقاو صافي، وغالبا كتكون شي حاجه اللي كضرو ولا لا يعير اهتماما لنفسه. كيشوف راسو ما يستاهلش يحط في راسو داك المجهود ديال يفكر في شنو احسن ليه. من غير الفلوس اصلا كتلقى غير وقته الوقت اللي عند كل شخص باختلاف المستوى المعيشي ديالو ولا الحاله الماديه ديالو، وقته كي مسوقش ليه فين ما دوزو صافي مسوقش لحياته كلها. يعني كيمارس واحد الاحتقار ذاتي شديد، هو كيهين راسو اكثر من ما الفقر قد اهانه وقد اذله. سامح في راسو بمره وما مسوقش. دابا الشخص اللي كنطلعوا عليه دابا باختلاف واش مشى في الطريق ولا مشى في الطريق، ففي كلاهما كاين صراع وكاينه معاناه. يعني ديما غادي يكون مركز غير على الفلوس، غير على الكاش، غير على الجانب المادي الظاهر، حيتاش وبطبيعه الحال ما كنلوموش لانه الشخص فاش كيكون بالو مشغول وكيكون واحل في الحياة غير مع الأساسيات المسكن والملبس والأكل، راه صعيب يشوف الحياة من زوايا أخرى.
ولكن انا ما درتش هذا الفيديو باش نبرر ولا نواسي ولا نزيد مانط على الناس اللي في هذا الوضع ونزيد نخليهم ناعسين. حنا عارفين انه كاين مبررات وكاين اي حاجه راه كاينين ليها اعذار، ولكن هذا الفيديو موجه للناس اللي باغيه تلقى طرق باش تخرج من الوضعيه برغم الليسته الكبيره ديال الاعذار اللي كاينين والمبررات الكثيره اللي كاينه. حنا ما بغيناش دابا نتشبتوا بالاعذار ونزيدوا نغرقوا، بغينا نلقاو طرق للنجاه وطرق للخروج من هذه الوضعيه ونعتقوا راسنا من هذه دائره الفقر اولا من واحد الوضع مادي اللي كيكون صعب وكيكحل علينا عيشتنا. ما علينا هذه بين قوسين. دابا نرجعوا للصديق ديالنا فكيكون في هذه المعركه ديال هذا الوضع اللي كيكون صعب هو كيبقى مركز غير مع الفلوس، فبالتالي كيغفل واحد الجوانب اخرى اللي حتى هي مهمه جدا ولا تقل اهميه عن الفلوس. الفلوس مهمه ولكن هذوك الجوانب الاخرى مهمه. هو في ظل هذا الصراع وفي ظل هذه المعركه مع الفقر المادي كينسى هذيك الجوانب الاخرى اللي واخا امكانياته بسيطه ومحدوده، واخا ما عندوش ما يكفي من المال، راه يقدر يلقى طرق بسيطه باش ينمي راسو ويطور راسو فيها. فهاد الشخص حيت كيبقى مشغول غير مع الفقر المادي الظاهر كينسى وكيغفل هذيك الجوانب الاخرى، وبالتالي هذا الفقر المادي كيجي عنده وتسلط عليه هو وصحابه. الفقر في الفكر، الفقر في المعرفه، الفقر في المهارات، الفقر في الرؤيه، الفقر في بزاف ديال الحوايج اخرين. الحوايج هادو هما راه اساسيات، ولكن الشخص اللي كيكون مشغول غير بالفقر المادي كيكون كيشوفها كرفاهيات. هاد الشخص اللي كنلاحظوا دابا حياته كنشوفوا كيفاش كيعيش باش نفهموا هاد وضعيه الفقر علاش كتكون وعلاش كتبقى مستمره، لانه كيبقى طول الوقت مشغول بشنو ياكل وشنو يلبس وكيفاش يخلص الكرا وكيفاش هادي وكيفاش هادي. صعيب انه تلقاه يفكر يتعلم اللغه الانجليزيه ولا يتعلم العمليه النفسيه اللي وراء البيع والشراء في الاشارات مثلا، ديك العمليه ولا السيروره السيكولوجيه اللي وراء انك تدير هذيك الاكشن ديال تشري ولا تبيع. الفكر والمعرفه بشكل عام صعيب، وغتلقاه كيقول شي حاجه بحال واش انا واحد غير مع الموضوع بقات ليا غير لونجلي، ولا واش انا واحد غير مع التقضيه بقات ليا غير نعلم ولدي ما يسرقش واخا ما يكونش تيشوف فيه شي واحد، ولا ما يرميش الزبل واخا كلشي كيرميه. صعيب انه يفكر بهذه الطريقه ويشوف الحياه من هذه الزاويه، لان هادشي كيجي غير خبره وهضره خاويه وزايده وصافي. اذا فتجاوز عقبه الفقر او الخروج من هذا المستنقع ديال الضغط المادي والاحتياج فهو مقرون باننا نبنيو راسنا في واحد الجوانب اخرى. حيت شفت بعيني من غير انا في التاريخ شاهد على بزاف ديال الحالات وبزاف ديال الاشخاص كطيح في يديهم فلوس وثروه كبيره، يعني ها هي الفلوس ها هو الكاش، ولكن حيت ديك الجوانب الاخرى خاويه فما هي الا مده قصيره حتى كيعاودوا يخسروا كل شيء. يعني كتكون جاتهم من شي ورثه ولا ربحوا شي حاجه ولا شي ضربه حظ، ولكن حيت هما كثقافه وكوعي وكفكر وكمهارات خاويين ما كيقدروش انهم يجيريو ولا يحافظوا على ديك الماده ولا داك الجانب الظاهر من الغنى، وما كيقدروش يحافظوا عليه. حيت كيجي واحد كيتقن مهارات البيع والشراء، واحد نصاب ولا واحد مبلي بشي حاجه بالشراب ولا بالزهو ولا شي حاجه وكيجرو لانه هو خاوي كاخلاق كمبادئ كثقافه كعلم كفكر، كيكون خاوي فدغيا كيتجر دغيا كيخسر كلشي وكيعاود يبقى على الدص. لان هذاك الشخص اللي كنشوفوه حنا بالعين المجرده لاباس عليه وعنده فيلا وعنده طوموبيلات وعنده راه ما كاينش غير داكشي اللي كنشوفو بالعين، راه من وراه كاين واحد العقل، كاين واحد المهارات، واحد الشخصيه، واحد المعرفه، واحد الخبره اللي كتخولو كتمكنو من انه يجيري ويسير هذيك الثروه ديالو انه يحافظ عليها. وهادشي راه ما مرتبطش غير بالقرايه اللي كنقراو في المدرسه ولا فاك والدبلوم، وهذا القضيه ماشي غير قضيه فلوس يعني كاش، وانما قضيه اننا نبنيو راسنا في واحد الجوانب اخرى. واخا يكون الوضع المادي ديالنا صعيب، واخا نكونوا مكرفسين من الناحيه الماديه، نحاولوا نلقاو طرق. قلب راه غادي تلقى. هاد الفيديو ماشي اللي بغى يلقى اعذار، اللي بغى يلقى حلول اكيد غادي تلقى بامكانياتك البسيطه بداكشي اللي عندك. غادي تلقى طرق باش تبني معرفه، باش تبني خبره، باش تكتسب مهارات، والا فراه ما كاينش طريق اخر باش تخرج من هذاك الوضع المادي الصعب الا كنت غادي تسنى شي ضربه حظ او شي حاجه سحريه توقع. كلنا ما كرهناش ان ترى شي حاجه ماجيك بين ليله وضحاها نوليو مليونيرات، ولكن راه داكشي احتمال ضعيف جدا. وحتى كاع الا وقع راه هذيك الفلوس خاصها انسان وخاصها عقل قاعد بها باش يجيريها وباش يحافظ عليها، والا فهي مساله وقت وغتعاود ترجع لنفس المعاناه نفس الدوامه ونفس الحال. دابا فهمنا على الشخص غارق في هذاك المستنقع ديال الفقر وكيعاني ماديا. دابا غادي ندوزو نشوف شنو هما هذوك الحوايج الثلاثه اللي خاصنا نديروهم باش ما نكونوش بحال الشخص وباش نبدلوا الوضعيه الماديه ديالنا للاحسن.
أول حاجة هي الحاجة الأولى اللي لاحظناها عند الشخص فاش كنا كندويو عليه واللي هي أفكارو. يعني الخطوة الأولى ولا الحاجة الأولى اللي خصك تبدا بها هي تبدل أفكارك وتبدل عقليتك، حيت راه أكثر حاجة كتزيد تفشل الشخص الفقير وكتزيد تعمي عينيه على الفرص اللي يمكن من خلالهم أنه ينجو ويعتق راسو وكتزيد تغرقه في الفقر راه هي أفكاره وقناعاته، لأن أصلا السلوكات اللي كيديرها كل نهار راه جايه من الافكار ديالو. هادشي راه شرحته لكم في الفيديو ديال كيفاش تبدل العادات بسهوله، اللي بغى يزيد يفهم اكثر على الموضوع. ولكن ببساطه وباختصار الفكره كتعطينا شعور، والشعور هو اللي كيدفعنا ولا كيخلينا ندير واحد السلوك، وهذاك السلوك نهار على نهار هو اللي كيبني العاده، والعاده اليوميه ديالنا راه هي اللي كتبني الشكل ديال حياتنا. وهاد الافكار اصلا اللي عند الشخص اللي هو كيعاني ماديا او اللي هو فقير منين جابها من البيئه ديالو اللي هي اصلا مكفسه وحالتها حاله وفقيره حتى هي. يعني انا كشخص حليت عيني في واحد البيئه اللي كتعاني ماديا وانا ما بغيتش نبقى كنتمي لهذيك البيئه وبغيت نخرج منها، اول حاجه خصني نفلتريها ونحيدها من راسي هي الافكار اللي استقيتها واللي تشبهت بها من هذيك البيئه اللي انا ما بقيتش باغياها. حيت هذاك الشيء اللي كيسمعوا الشخص اللي فقير مثلا كيسمعوه بشكل يومي هو اللي كيبني عنده المنظور باش كيشوف الحياه. يعني انا حياتي كنشوفها من النظاره ولا المنظور اللي هذيك البيئه اللي انا فيها بناتو عندي. انا ما بقيتش باغيه هذه البيئه، يعني حتى هذا المنظور ما بقى عندي ما ندير به. خصني نلوحو بكيفاش بانني نبدل افكاري ونبدل عقليتي. في هذا الاطار كاين انا في الكتاب ديال الاب الغني والاب الفقير كيوضح مزيان هذه الفكره بغض النظر على الانتقادات اللي كموجهه ليه، ولكن راه كيبقى مرجعيه وكيبقى كتاب كلاسيكي ضروري اي واحد باغي يشوف الفرق بين كيفاش كيفكروا الناس اللي مرتاحين ماديا والناس اللي واحلين في هذيك السيكله اللي كتعاود ديال الضغط المادي وديال الفقر. فراه كنصحوا انه يقرا هذا الكتاب او على الاقل يشوف شي ملخص ديالو. دابا باش نبدلوا هذيك الافكار المشوهه عن المال والافكار اللي كتزيد تغرقنا في الفقر، اول خطوه واول حاجه هي اننا ندركوها، بعدا نوعاو بها، نعرفوها كاينه كيفاش اننا كنلاحظوا كيفاش كنتصرفوا، كنلاحظوا كيفاش كنفكروا. مثلا كتكون مقتنع ان الفقر كيعني انك انسان فاضل وانسان صالح، والغنى كيعني انك انسان شرير شفار نصاب مغرور. هذه فكره شائعه جدا، بعض المرات المصدر ديالها كيكون الدين، وهذه مغالطه كبيره لان الدين بريء منها، وخطير المعنى الباطني ولا المعنى الضمني ديالها. كتكون منتشره واحد الافكار ديال ان الشخص الفقير راه عنده واحد الافضليه عند الله، وان الرسول عليه السلام راه كان فقير، وهذا الشيء راه ما صحيحش. فانت بشكل لا واعي وبدون ما تحس كتربط الفقر ديالك بالاراده ديال الله. يعني الله هو اللي بغاك تكون فقير، وهذا الشيء راه ما كاينش. قراو وبحثوا غادي تلقاو ان هذاك الشيء عطى للناس كقناعات دينيه لغايه ما، ولكن الله راه بغاك تكون خليفه في الارض وتكون مصلح في الارض. باش غادي تصلح؟ اكيد الا كانت عندك لي مويان وكانت عندك الوسائل وكان عندك المال والقوه الماديه باش انك تصلح، راه غتكون اكثر اصلاحا من واحد ما عندوش. شي متعارض مع ان الله بغاك تكون فقير وان الفقر ديالك اراده ديال الله فقط. في غالب الاحيان كتكون مسؤوليتك انت، ولكن حيت بنينا واحد الربط ما بين الكسل والدين فكتلوحها ماشي بشكل صريح، بشكل غير صريح. كتلوح اللومه على الدين وعلى داكشي اللي قالوا لك ان عندك افضليه وانت انسان فاضل وغتدخل الجنه انت الاول وهذه صافي، وكتسمح في راسك. يعني كتكون كسول تحت ذريعه الدين. من غير الدين كيكون الوعي الجمعي بعض المرات الفقير ديال واحد البلاد او واحد البقعه جغرافيه كيف ما كانت. هاد الافكار كتكون كنوع من الحمايه من هذاك الواقع المر، من هذاك الواقع المؤلم. يعني الناس كتحاول تقنع راسها بهذيك الاكاذيب ديال انها واخا فقيره راها على الاقل صالحه وطيبه، باش ما تواجهش الحقيقه ديالها. حين انك الا كنتي صالح او لا ماشي صالح، فاضل او غير فاضل، راه الماده ما هي الا وسيله باش كتزيد تبين هذاك الجوهر ديالك. ما عندهاش علاقه واش انت فقير اذا انت طيب، انت غني اذا انت شرير. هذه افكار مغلوطه ولكن للاسف شائعه جدا. على اي هذه فكره وحده، كاينين بزاف. غنخلي لكم امثله في كومونتير الا بغيتوا تقراوهم وتشوفوا واش نتوما عندكم هذه القناعات وهذه الافكار وتوليو راضين منها البال باش تبدلوها. وقت ما لقيتوا شي فكره من هذه دايزه في راسكم وقفوها، قولوا لا، لان الطريقه باش ترسخات الافكار القديمه هي اصلا بالتكرار. التكرار حتى ولات اوتوماتيكيه. يعني حتى الافكار الجديده اللي حنا بغينا نتبناوها وبغينا نعاودوا نبنيو بها القناعات ديالنا والمنظور الجديد اللي غادي نشوفوا بها حياتنا، خصنا نعاودوا نبنيوها بالترسيخ بالتكرار. وامثله كذلك على هذه الافكار السليمه اللي كتعاونك ولا كتعطيك منظور جديد باش تشوف الموضوع ديال المال. غادي نحطهم لكم في كومونتير وتشوفوا نتوما اللي متوافقه معكم استعملوها بالتكرار، فاكيد غترسخ وغتبنى قناعات جديده. غادي ندوزو لثاني حاجه
أنا قلت عليهم حوايج لأنه تقدر ديرهم في نفس الوقت، ماشي يعني خطوات كدير أولا عاد كدوز لثانيا، هذا الشيء يقدر يدار اون ميم طون، يعني اون باراليل غادي تخدم على الأفكار ديالك وتخدم على الحاجة الثانية وتخدم على الحاجة الثالثة. هذه بين قوسين الحاجة الثانية هي نبنيو معرفة ونبنيو خبرة، والمعرفة والخبرة راه ما متعلقينش غير بهذاك الباركور سكولير ديال كنمشي كنقرا فاك مدرسة. هذا عنده أهميته، هذا التعليم الأكاديمي ما غاديش نقص منه أو لا نستهزئ به أبدا، ولكن راه ماشي كلشي، حيت حنا في المدرسة أو في لافاك أو في ديك لي فورماسيون اون جينيرال راه كتعلم شي حاجة اللي غتخول لك أنك تخدم في واحد الخدمة صافي. أما المعرفة الحياتية بشكل عام راه المدرسة ما كتقريكش كيفاش تعيش ولا كيفاش تجيري فلوسك ولا كيفاش تجيري مشاعرك ولا كيفاش تحسن من الحالة النفسية ديالك ولا الحالة المادية ديالك. هادشي راه ما كنقراوش مهما كانت هذيك الفورماسيون زوينه وجيده، ولكن راه كتبقى محدوده. المعرفه والخبره اللي كنقصد كتكون خارج المسار الاكاديمي وخارج المؤسسات التعليميه، ناخذوها من كتب، من تجارب في الحياه، نتعلموا لغات، نتعلموا مهارات. ما غاديش نقدر نعطي بالضبط شنو ولا راه تعلم الحاجه اكس بالضبط وتبني فيها معرفه بالضبط، لان هادشي كيختلف من شخص الى اخر، ولا شخص الاهتمامات ديالو ولا شخص شنو باغي يدير. حتى الا ما كنتيش اصلا عارف منين غتبدا ولا شنو غادي دير، فبدا باي حاجه، تقلب طل هنا وهنا وهنا، قرا هذا الكتاب ما عجبكش حطو، قرا هذا الكتاب، قرا على هذا الدومين، على هذا الدومين بدا هذه اللغه ما تجيكش شويه ماشي هي هذيك، اكيد غادي تلقى واحد المسار. وفينا راه فاش كتطلع على هذه الحاجه وهذه الحاجه وهذه الحاجه راه كتقدر تستنتج شنو هي اكثر حاجه متوافقه معك ولا الحاجه اللي جذباتك اكثر واللي غادي تمشي فيها. نجرب مثلا الطبخ، نجرب الصباغه، نجرب الكتابه، نجرب هذه نجرب هذه. باغ اكزومبل لقيت راسي كنميل للطبخ، نمشي نتعلم دوك لي موين اللي عندي، ما عنديش اصلا نشوف شي فورماسيون اخرى خارج هذاك الشيء اللي كنقرا، نشوف شي محل نخدم عنده ولو فابور، غير نكتسب التجربه ونشوف ونتعلم كيفاش كيجيري الامور، كيفاش كيدير لهادي وهادي. هذه راه معرفه ثمينه. وفي المثال ديالي انا شخصيا كنت كنجرب واحد النهار لقيت راسي كيعجبني نصور فيديوهات، كيعجبني نهضر مع الناس ونشرح شي فكره تعلمتها اولا هذا، فبديت كنتعلم شي شويه ديال المونتاج متواضع، كيفاش نقاد شي شويه الضوء كيفاش هذا، يعني بديت كنكتسب واحد الخبره متواضعه. وحذاري من الاعذار، راه اي امكانيات عندك مهما تكون بسيطه الا عطيتيها فرصه وحليتي عينيك وكنتي صادق في انك فعلا باغي تتعلم وباغي تلقى شي حاجه راه غادي تلقى. اما الا بغيتي تعمي راسك بالاعذار راه ما عمرك ما غتلقى شي حاجه، واي حاجه باغي ديرها غادي تلقى 100 عذر قدامك. ما تسناش الظروف تتقاد ولا الفلوس حتى تجي ولا العام الجاي عاد باش نبدا في اي وقت باي امكانيات عندك، وما تحقرش هذاك الوضع الحالي ديالك، لانه اكيد راه غادي تلقى فيه واحد الطرق وغادي تلقى فيه شي حاجه اللي تقدر ديرها. خاص غير تكون انت عازم وتكون انت عازمه على انك تلقى مخرج وتلقى طريقه، واكيد غادي تتعلم واكيد غادي تبني معرفه. خاصك تكون انت وراسك ضد الاعذار، ماشي تمشي توقف في صف الاعذار وتكون كتفشل في راسك وكتزيد تهدم في راسك. ومن هنا غادي ندوزو للحاجه الثالثه، واللي هي انك ما تحتاج ان توصل لواحد المستوى اللي هو بيرفكت وواعر باش عاد ندوز للتطبيق. راه ما كاينش شي واحد كيعرف كل شيء في شي حاجه ولا كيتقن شي حاجه لواحد الدرجه 100%. داك شويه الخبره، داك شويه المعرفه اللي اكتسبتي نيشان ندوزها للتطبيق. هذه هي الحاجه الثالثه، هي اننا ندوزو للتطبيق، نتحركوا وناخذوا خطوات اللي هي فعليه to take action على ديك المعرفه والخبره اللي كتبقى تجمع فيها. الا ما دوزتيهاش للتطبيق راه ما كيكون عندها حتى معنى وما كتكون عندها حتى فايده اصلا. وما خاصكمش تسناو تكتسبوا واحد الخبره كبيره وتكونوا واعرين في شي حاجه عاد تدوزوا للتطبيق ابدا. حاجه هذاك الفخ ديال مراكمه المعلومات حتى هو راه مشكل كبير، كتبقى تراكم هاد الحاجه وهاد الحاجه، بلاتي نزيد نتعلم هادي، بلاتي نزيد نعرف هادي مزيان، بلاتي فكتلقى ضيعتي واحد الوقت كثير في انك كتحاول تتعلم، وبالتالي الجهد باش تدوز تطبق من الاول ما كيبقاش عندك وكتزيد تغرق في الفشل اكثر. وهذا الشيء اللي ما بغيناش حنا، بغينا نخرجوا من المعاناه، بغينا نعيشوا عيشه كريمه، نكونوا مرتاحين شويه، نستمتعوا بحياتنا شويه. يعني باش نتفاداو هاد الفخ، اي حاجه تعلمتها، اي حاجه اكتسبت فيها خبره او معرفه ندوزها للتطبيق. هذا الثلاثي ديال نبدلوا افكارنا، نبنيو معرفه وخبره وندوزو للتطبيق، راه هو الطريقه الوحيده اللي قادره تبدل لك حياتك وتبدل لك وضعيتك الماديه. وهذا الشيء من خلال تجربتي انا شخصيا، ومن خلال داكشي اللي قريت، ومن خلال داكشي اللي تعلمته. هذه هي الخلاصه ولا الثمره ديال داكشي كامل، ديال الخطوات تبدل افكارك، تبني معرفه وخبره وتدوز للتطبيق. وما نساوش ان الفقر راه واحد المشكل اللي نقدروا نشوفوا انه عنده بعدين، واحد البعد اللي هو عام
هذاك ما كنقدروش نديرو فيه شي حاجة في البدية، كيكون متعلق بديك البقعة الجغرافية ديك البلاد ولا داك الحي اللي حنا فيه، لأن واحد البلاد مثلا باش تخرج من واحد الوضع اقتصادي، باش تخرج مثلا من الفقر وتحسن من الوضع المعيشي ديال المواطنين ديالها، راه صعيب باش يبان الفرق، راه خاص مجهود من عدة أطراف، وما هي وما لونها وشوف يعني هادشي ماشي مسؤوليتنا ونوعا ما بعيد علينا، ما كنقدروش نبدلوها. الحل الوحيد اللي كيكون عندنا هو نخرجوا منها. شخص واحد صعيب عليه أنه يبدل الوضعية ديال الحي كامل أولا ديال البلاد كاملة، صعيب، ولكن بإمكانه أنه يبني في راسو ما يكفي من القوة المعنوية والمادية باش يخرج، باش يكيتي هذيك البيئة اللي ما بقاتش متناسبة مع الطريقة باش باغي يعيش حياته، ولا يخرج من هذيك البلاد ولا هذيك المدينة ولا على أي، فهمتوني شنو بغيت نقصد. ولكن البعد الثاني هو بعد خاص أو شخصي، وهذا هو اللي كنقصد به المسؤولية الشخصية ديال كل واحد فينا، حل عينيه ولقى راسو في واحد الوضع مادي مزري، واحد الحياة صعبة ماديا، أنه يبغي لراسو حال أفضل ويآمن بحقه في أنه يعيش عيشة كريمة وأنه يعيش في وضع أفضل. أختكم تعرفوا أن المعرفة واحد السلاح قوي، راه كيحميك، راه فرق كبير ما بين الا كانت عندك واحد المعرفه بكيفاش تعيش، بكيفاش شعرك كيتبدل، بكيفاش البشره كتزيان ولا كتخسر، يعني كتكون عارف حتى داك المدخول القليل اللي عندك تستعمله فيما هو مفيد بصح، وما تكونش ضحيه لهذاك الاستهلاك الاعمى اللي عن جهل مني كنمشي نجري ورا واحد لي برودوي اللي كنشوف اشهار انه منتوج سحري غيبدل ليا وجهي البشره ديالي مثلا، وانا حيت ما عنديش ما يكفي من المعرفه كنتيق ان داكشي هو الحل، في حين انه راه لا يمكن منتوج واحد غقاد لك وجهك ولا يقاد لك اي حاجه. باش كنكون انا عارفه هذا الشيء ما كنطيحش ضحيه هذاك الانفاق اللي انا في غنى عنه ونخسر فلوسي في شي حوايج اللي ما غينفعوني بوالو، حتى الا ما كانش عندي اصلا باش نشريهم. راه فاش كتشوفي مثلا الاشهار ديال واحد المنتوج كيحيد لك داكشي اللي في وجهك وكيقادك هكا وهذا، وانا ما كيكونوش عندي فلوس باش نشري، كنحس بواحد الالم، المورال ديالي كيخسر، النفسيه ديالي كتدمر، حيت كنشوف انه كاين واحد الحل سحري وانا ما عنديش باش ناخذه. هادشي كيأثر عليك نفسيا وكيخليك فاشله ولا فاشل باش انك اصلا دوز لشي حاجه اخرى ولا دير شي حاجه تنفعك في حياتك، في حين انه الا كانت عندي معرفه ووعي وعارفه ان واحد البوماد ولا واحد البرودوي ديال الدوش ولا راه ما غاديش يدير ليا داكشي، لان صحتي وشعري والجسم ديالي كمثال مثلا راه داخل فيهم بزاف ديال الحوايج، النظام باش كنعيش، النعاس ديالي، الماكله ديالي، غاديش يبقى فيا الحال انا الا ما عنديش مثلا المبلغ الكافي باش انا ناخذ 20,000 برودوي. فهاد المعرفه راه كتحميك فعلا، كتحمي النفسيه ديالك وكتحمي حتى الجيب ديالك، فما كتبقاش تحس بهذاك الالم النفسي من انك ما عندكش. انت بغيتي تقاد الجسم ديالك راه غادي تريني لا في بلاصه عموميه ولا في الدار ولا في واحد لاصال اللي هي غاليه، عندك القدره والفلوس راه سير ليها، يعني ما فيها حتى باس. ولكن الا ما عندكش راه نفس الريزولطا اونفان، راه نفس الحاجه غادي نوصلوا ليها. كنتي مثلا باغي تخرج تفوج ضربك الهوا شويه، راه نفس الهوا اللي في بلاصه غاليه نفسو اللي كاين في بلاصه عامه في جرده تقدر تمشى فيها وشي بلاصه كالم وتمشي ليها اللي ما تقدر تخسر فيها والو، الا كان الغايه ديالك هي انك تفوج على راسك ويضربك الهوا. يعني هذيك المعرفه وهذيك الطريقه باش كتفكر كيحميوك بواحد الطريقه اللي صحيحه من هذاك الالم اللي كيكون ناتج على الفكره ديال انا ما عنديش ولا انا ما نقدرش. فهمتوني شنو بغيت نقصد؟ راه هاد المعرفه وهاد الخبره اللي كتكون اصلا عند واحد اللي مرتاح ماديا او لا غني، راه حتى هما كيمكن يطيحوا في افلاس ويخسروا كلشي، يعني ديك الفلوس الظاهره كتمشي منهم، ولكن هذيك الخبره والمعرفه اللي عندهم اللي بناوها راه هي واحد لاباز صحيحه اللي عليها كيبنيو عاوتاني من جديد هذاك الشيء اللي خسر ليهم ويعاودوا يرجعوا لنفس المستوى. ما بقى لي ما نقول الا انني نتمنى لكم كل خير، ونتمنى ان هادشي اللي بارطاجيته معكم في هذا الفيديو اللي حاولت نوضحه باختصار ينفعكم ويعاونكم انكم تبدلوا للافضل، ماشي غير في الجانب المادي، من في جوانب كثيره من حياتكم. وتبقوا على خير، نشوفكم في فيديو جديد. باي باي.